كلمه ضغط عشان تبقى عارف يعني ايه ضغط بقى، عشان انت عايز تعرف يعني ايه ضغط الدم، ويعني ايه ضغط جوه العين، ويعني ايه ضغط جوه الصدر، ويعني ايه تورم في الاطراف. فاهم قصدي؟ يعني انا اللي انا عايز اقوله اهو، فاهم؟ فانا بدي مقدمه، يعني انا بدي مقدمه يعني ايه ضغط، عشان لما حد يجي يقول لي ضغط الدم عندي عالي وباخد له دواء، يا باشا افهم يعني ايه ضغط. وضغط عينك غير ضغط الدم، غير الضغط اللي انت بتمارسه على اللي حواليك، غير القرف فاهم قصدي؟ فاهم ولا لا؟ ماشي. فانا دلوقتي قاعد في اتموسفيريك اير، فهواء جوي، فالهواء ده بيضغط على جسمي، فانا جسمي بيتعرض لضغط جوي دلوقتي. حلو حلو. خدتني غطستني بزيت، فدلوقتي ضغطي متعرض، قصدي جسمي متعرض لضغط الزيت على جسمي. كويس كويس. حطيتني في وهكذا. فالاكثر ميوعه هيمارس ضغط على الاقل ميوعه. ماشي. فانا والكائنات البشريه، يعني انا والكائنات البشريه والحيوانات والجمادات هنا مضغوط علينا من الهواء، لان انا والهواء محبوسين بالغلاف الجوي. يعني الارض كده، وبعدين على بعد مثلا 30 او 50 كيلو من الارض، كيلو متر، في غشاء جوي، فعامل زي القشره. فانا والحيوانات والنباتات والجمادات عايشين في هذا الحيز. فهذا الحيز يعتبر فيه ان الصلب مع السائل مع الغازي مع بعض دلوقتي. فالهواء اقل ميوعه من الميه، والميه اقل ميوعه مني، وانا قصدي اكثر ميوعه. الهواء اكثر ميوعه، وانا اكثر ميوعه من الصلب زي الحديد. انت فاهم؟ فاحنا بنمارس على بعض ضغوط. كويس كويس. بما ان احنا بقى كلنا موجودين في نفس الحيز، فالهواء بيضغط عليا. خلاصة الكلام، يعني ايه الهواء بيضغط عليك؟ يعني حضرتك دلوقتي سطح البحر، الميه في سطح البحر دايما مستويه بالمنظر ده، وفي النيل يعني الميه دايما واخده سطر مستوي، ولقوا ان مستوى الميه عند سطح البحر في كل البحور في نفس الوقت ثابت. تمام؟ وده كانت فكره مش موجوده قبل القرن ال19. قبل حفر قناه السويس كانوا فاكرين ان البحار بعد البحار مستوى الميه فيها اعلى، ما يعني فاكرين ان الميه اعلى مثلا في البحر المتوسط، فلو حفروا الدنيا هتغرق في سينا. ما كانوش فاهمين ان الميه مستواها في كل الاماكن ثابت. واللي قال نظريه الاواني المستطرقه ان مهما اختلف شكل الانيه، تمام، فالميه بتاخد نفس المستوى مهما اختلف الشكل، يبقى معنى كده انها بتتعرض لضغط ثابت من فوق، وده اسمه الضغط الجوي. ده اسمه ايه؟ الضغط الجوي. يبقى كلمة ضغط معناها ان سائل او مائع، لان كلمة سائل تقتصر على السوائل. الهواء مش سائل، الهواء مائع، بس المية مائع برضه. المية مائع والهواء مائع، بس المية سائل والهواء غاز. فاهم؟ يعني يقدروا الاثنين عندهم خاصيه السريان، يقدروا ايه؟ يسروا. تمام؟ طب دلوقتي يا دكتور، انا دلوقتي لو قاعد جوه الكوبايه دي، تحت العصير عامل ضغط على الكوبايه من هنا، وفوق الهواء هو اللي عامل. فعشان كده انت لو عملت كده، ماشي، يبقى الضغط هنا اتشفط. انت فاهم؟ يعني انت بعد ما شفطت انت قللت الضغط. ايوه، الضغط الهواء اللي بيتقاس بالبار بالظبط. ضغط الهواء اللي بيتقاس بالبار. ماشي؟ اللي هو دايس على ايدي من هنا ودايس على ايدي من هنا، اللي هو دايس على الميه على بتاعه البحر، فدايس عليها كده. اللي هم اما قاسوها بالمليمتر ميركوري او الزئبق، ماشي، اللي هو 760 مليمتر زئبق. انت لما بتقيس ضغط الدم في دراعك بتلاقيه 120 على 80 مليمتر زئبق. ضغط الهواء بقى 760 مليمتر زئبق. يعني جسمك بيتعرض من بره على الجلد وعلى الدماغ وعلى العظم ضغط 760 مليمتر زئبق طول النهار، وكذلك البحر، وكذلك فاهم قصدي ولا لا؟ سبب الضغط ده ايه؟ ان الهواء محبوس ما بين الارض، سطح الارض، وما بين الغلاف الجوي قافل عليه من فوق. طيب اما جينا نحول ال 760 ملم زئبق دول سنتيمتر ميه، لقيناه 10 متر. ماشي؟ لقيناه ايه؟ 10 متر.
يعني الهواء، عمود الهواء اللي دايس على سطح البحر لو جينا نقيسه بالزيبق هنلاقيه 76 سم زيبق، يعني ما كملش متر زيبق، ما كملش ايه متر زيبق، حوالي 76 سنتيمتر زيبق. لو جيت حولت الزيبق ده لميه، العمود الميه 10 متر ميه، اكن البحر متداس عليه ب 10 متر ميه من فوق، عشان كده مثبتاه في وضعه. حلو الكلام ولا مش حلو الكلام؟ حلو الكلام. يعني فرضا لو انا جيت عند بقعه معينه في البحر وصفرت عليها الضغط الجوي، البقعه دي تطلع لفوق 10 متر، تتفرد لفوق 10 متر. يعني انا لو جيت على متر مربع في البحر وصفرت عليه الضغط الجوي، يعني منعت من فوقيه الهواء، العمود ده فرضا كده ما بقاش فيه هواء، الميه تطلع اوتوماتيك كده 10 متر. ما تستغربش بقى اما ساعه سيدنا موسى اما شق البحر كان كل فرقه كالطود العظيم. يعني لو هي فرضا فيزيائيا اتنفذت، صفرت الضغط فوق بقعتين الميه دول يطلعوا زي ما هم كده 10 متر لفوق. مفيش موجه بتوصل 10 متر، يعني يوم ما الموجه توصل 3 متر تبقى. وخلي بالك الضغط الجوي اختلافاته من بقعه لبقعه هي سبب تحرك الرياح. يعني لما يقول لك ايه ده في منخفض جوي هنا، منخفض جوي يعني الضغط هناك وطي سام هاو، لان الهواء بيسري، هو ماشي بيسري، ففي اختناق في حته معينه بسبب سحابه مع جبل، لا بسبب منخفض بعد مرتفع. انت فاهم؟ فهو ده اسمه الضغط بقى، ده اسمه ايه؟ منحدر جوي او منخفض جوي سبب تحرك الرياح. وسبب الموجه هو تحرك الضغط، مش مد وجزر، مد وجزر قمر، لكن انا بتكلم على الموجه وارتفاع وتحرك الميه في البحر هو ناتج عن تحرك الرياح. يبقى احنا كده اتفقنا ان في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها ضغط. حاجه اسمها ايه؟ ضغط. يبقى اي سائل مقفول عليه في حيز بيعمل ضغط على جدران هذا الحيز، سواء السائل ده كان ميه سواء السائل ده كان هواء. حلو. عندك في جسمك بقى في شويه حاجات شبه كده، ماشي؟ عندك في جسمك شويه، يعني مثلا احنا قلنا لو الصندوق ده فيه جزيئات هواء، كل جزيء منهم بيخبط في جدار هذا الحيز في كل الاتجاهات، بيخبط كده ويخبط كده ويخبط كده، فهو ده الضغط. حطيت ميه بقى، نصه ميه ونصه زيت، بيضغط الاثنين على الجدار، فده اللي بيعمل ضغط الدم بقى. يبقى الدم سائل محبوس جوه وعاء، سائل محبوس جوه وعاء، فبالتالي الخلايا بالجزيئات بتاعته بتخبط في جدران الاوعيه بتاعته، وانت بتيجي تقيسها بجهاز زيبق. نفس الفكره، جهاز ايه؟ زيبق. اما بقيس بجهاز الزيبق وتطلع انت 120 على 80، احنا بنقيسه بالنسبه للضغط الجوي، لان انا بقيس الضغط جوه الوعاء، والوعاء ده متعرض بره لضغط جوي بدرجه اللي هي 760 ملم ايه؟ ميركوري، او المليمتر زيبق. خلاص؟ كويس قوي. يبقى الرسمه الثانيه كنت بقول فيها ايه؟ تقريبا ايه؟ نفس الكلام، اللي هي انت لو انا هقيس ضغط جوي بالميه دول 10 متر، لو بالزيبق دول 760 ملم ميركوري او 76 سم زيبق، 76 سم زيبق، او دول 10 متر ميه حسب ما تشوف. ده الضغط الجوي، ده الضغط اللي الهواء عامله هنا فعلى الزيبق هنا، او اللي عامله على الميه كده فطلع الميه هنا ال 10 متر. وده شكل الكره الارضيه والغلاف الجوي، واحنا محبوسين عليه بقى ككائنات حواليه بقى. احنا والنباتات والحيوانات كلنا محبوسين في هذا الحيز، فبتمارس علينا ضغط من الهواء، والضغط ده مقاسه. يبقى الضغط اللي انت بتقيسه بجهاز الضغط بتاعك مش ابسوليوت، مش مطلق، ده ضغط ريلاتيف، ضغط نسبي. خلاص. وده برضو اللي احنا قلناه من شويه، ان الهواء بيمارسه على سطح البحر فبيخلي السطح بتاعه مستوي، وده اللي بيخلي نظريه الاواني المستطرقه تتطبق.
يعني اواني مستطرقه يعني ايه؟ يعني مهما كان وضعيه البص، يعني بص الميه هنا عامله ازاي؟ بص تلوح تلوح تلوح، واخده نفس الايه؟ الخط. بص هوريزونتال اهو، خط افقي. بص اهي، دي الميه الهواء دايس عليها فبيسطحها. الميه الهواء دايس على الميه فايه؟ بيسطحها. طبعا الاثنين مواقع، الاثنين الميه مائع والهواء مائع، بس الهواء ميوعته اعلى فجزيئاته تبان اسرع. خلاص، جزيئاته تبان ايه؟ اسرع. خلاص، فدي اسمها الميوعه، دي اسمها ايه؟ الميوعه او السيوله، او ايه؟ السيوله. احنا بقى في جسمنا، في كذا حيز مقفول عليهم، فدول جواهم سوائل على مواقع. مثال الجمجمه جواها مخ، والمخ ده حواليه سائل ومقفول عليهم جوه حيز من الصلب اللي هو العظم. كويس. قاع العين الاوربت او اللي هو اللي هو الجلوب بتاع العين نفسها بتبقى شبه الكوره كده. العين جواها سائل، وجسم زجاجي سائل برضه، جواها عدسه فهي مقفوله عليها كده، فجواها ضغط. يعني السائل بيضغط على جدارها، فده اللي بيخليها مفروده ومدوره بالمنظر ده. المخ بيحافظ عليه شكله، واخد بالك، فبيدوس على الجمجمه. الشرايين جواها دم، والدم بيدوس على الجدران فبيضغطها فبيفتح الشريان. يعني سبب فتح الشريان الضغط اللي جواه، السائل اللي جواه هو اللي فتح الشريان. انت فاهم الفكره ولا لا؟ فانت عندك مربعات مقفوله علب. صدرك علبه، الصدر علبه، ماشي؟ الصدر ايه؟ علبه. البطن علبه، بس كل علبه ليها مواصفات. يعني الراس علبه محكمه مقفوله بعظمه استحاله تتفتح، فلو الضغط عالي جوه المخ يتاثر. السائل اللي بص المخ عامل كده. بص المخ عامل ايه؟ هي علبه جمجمه، مخ جواها وحواليه سائل. طالما مقفول عليها كده يبقى جوه فيها ضغط. ضغط. يبقى العين تشامبر، دي غرفه، والدماغ او الجمجمه غرفه، روم، جواها في ضغط. والعمود الفقري غرفه وجواها نخاع شوكي وحواليه ميه فجواه ضغط. كل حته من دول ايه؟ ليها ضغط. المنطقه بتاعت الصدر منطقه مهمه قوي. انا الحته دي بقى يا جماعه يعني من احلى الحتت اللي بحب اتكلم فيها، لان سبحان الله منطقه الصدر اتعملت بشكل فيزيائي صعب قوي. اللي حكيته قبل كده مربعات، يعني علب جواها سائل هلامي او سائل مائع فعامل ضغط فبنقيس وما شابه. لكن لا، تعالى عند الصدر بقى. الصدر عباره عن تشامبر او روم او غرفه مكونه من ضلوع، ومن ورا ماسكه في العمود الفقري. يعني منطقه ضلوع زي ما انت بتشوف الحيوانات اللي بتتذبح في العيد الكبير، كل سنه وانتم طيبين، احنا قربنا. العمود الفقري من ورا، وباقي الضلوع محوطه الحته دي. فدي التشامبر بتاعتي، دي الروم بتاعتي. الروم دي فيها مشكله كبيره قوي، ان هي وظيفتها شفط الهواء 12 ل 18 مره في الدقيقه. شفط، اسمع الكلمه، شفط الهواء. والعمليه دي بتبدا مع اول نفس مع الطفل اول ما بيتولد. يعني الطفل اول ما بيتولد، تمام، اشكرك يا غنيم، بياخد نفس كده. النفس ده بتتفرد فيه الحيصلات الهوائيه فما بتتقفلش تاني. بس سبحان الله، ربنا خلق الرئه ليها خاصيه الانكماش الذاتي. يعني لو حطيتها في مكان تقفل على نفسها كده. الاستيكيه ايه؟ بلاستيكيه، فتنكمش كده. والصدر الفوليوم بتاعه ثابت، هي بتصغر
جوه، هي بتصغر جوه وهو حجمه من بره ثابت. بتخلق جوه نيجاتيف بريشر. نيجاتيف بريشر يعني التشامبر ده الوحيد اللي في الجسم بالنيجاتيف، دايما بالنيجاتيف تحت الصفر. عشان كده لو اتضربت سكينه في صدرك الرئه بتقوم قافله وصدرك بقى بيطلع لبره لانها شفطت الهواء اللي بره. ما هو نيجاتيف، هي ما بتصدق تتفتح. فاهم قصدي؟ يعني بص الرئه، بص الرئتين اهم، ودول الضلوع والقلب في النص. ربنا خلق حوالين القلب ده الغرفه دي كلها الفاكيوم، كلها مشفوطه الهواء. فاهم قصدي؟ ركز معايا في اللقطه اللي انا عايز اعملها لك دي. بص دلوقتي انت قافل السرنجه دي، حلو، فانت عامل كده. بص انا شديتها لتحت ازاي. بص انا كنت في الاول هي عند العلامه الحمراء دي، كويس هي عند العلامه الحمراء اهي، شايفها. جيت انا قفلتها بصباعي من هنا، فالمفروض انا كده حبست عنها انها تزيد في الحجم. فلما شديت كده خلقت جوه ضغط بالسالب، لان انا شديت الجزيئات بزياده. بص اما اجي افتح تعمل الصوت اللي عملته مع الفتحه ده نفس اللي بيحصل معاك. انت الاول النيجاتيفيتي او سالبيه الضغط جوه بتزيد قوي، وهنا الحته دي مقفول، بتفتح تقوم شاده الهواء جوه. ادي التنفس بيحصل كده. طب الشده اللي انا بعملها لتحت دي الحركه دي اللي هي البلانجر بينزل، الاسود ده بينزل، دي ايه؟ ده الديافرام يا باشا، ده الحجاب الحاجز اللي بينزل ده لتحت، ده الحجاب الحاجز. يعني بص حضرتك الحجاب الحاجز اهو بينزل زي شد السرنجه لتحت كده وانت هنا حاجه مقفوله اسمها الابجلوتس، قافله الحنجره، تفتح الهواء بتشد على فين يا باشا؟ على الرئه على طول. يعني الموضوع الهواء داخل على الرئه، لان انت شغال بالنيجاتيف بريشر، اسمه النيجاتيف بريشر فنتيليشن. انا بسحب الضغط. فالتشامبر ده او الروم دي او الغرفه دي او البوكس ده بالنيجاتيف، ضغطه جوه سالب. وده ميزه عشان القلب جوه اكنه بقى في الفراغ. القلب لانه الوحيد اللي ضغطه جوه عالي، ما هو دلوقتي هو شغال، هو عضله فبتعمل كده، فاهم؟ فبترتاح وبتنقبض، بترتاح بس 70 مره مش 12 زي فلازم الضغط دايما حواليه يكون دايما بالنيجاتيف عشان يبقى حر، عشان يبقى ايه؟ حر. فربنا خلق حواليه الرئتين بينكمشوا والضلوع دي بتطلع لبره، فبقوا عكس بعض، فخلقوا ما بينهم وبين بعض نيجاتيف بريشر، حاجه اسمها ايه؟ الضغط السالب. يبقى التشامبر دي سالب، المخ موجب، العين موجب. طب البطن ماشي؟ البطن في ايه؟ البطن بتلعب من الزيرو للبلس 5 سم ميه. خلي بالك البطن فيها ايه؟ البطن فيها سوائل واشباه صلب وصلب. يعني الكبد تقدر تقول عليه ايه؟ يعني صلب بس بيبظ معاك. الكبده، ما انت عارف الكبده يعني ايه، انت فاهم؟ الامعاء بلوزه في بعضيها، الكليه حته شبه حته اللحمه، انت فاهم؟ لكن معظمها فيها ميه طبعا لان الدم فيها كتير. ماشي؟ الدم فيها ايه؟ كتير. فانت المحتوى البطني جوه تجويف تاني بقى. يبقى خلي بالك، انا عايز اقول كلمه مهمه قوي، ان الرئه والتجويف الصدري بتعمل عمليه شفط لكل ما هو محتاج يتشفط. اكتر حاجه محتاجه تتشفط ايه عند حضرتك؟ الدم اللي راجع من رجليك ومن ايديك ومن دماغك. الدم اللي راجع منين؟ من ايديك ورجليك ودماغك. فانا قاعد في النص علبه، هي العلبه دي بتشفط يا باشا من تحت لفوق، بتشفط. وانا بعمل كده بملى القلب دم، وبشفط من رجليا الدم. ما انت خلي بالك حضرتك دلوقتي، انت رجليك دي تحت هنا كلها الاورده دي الضغط فيها زيرو،
وبتعدي على البطن، فانت عايز البطن تبقى في النص زيرو، ما انت هي علبه على علبه على علبه. وخلي بالك الضغط هنا ده اللي محافظ على الضغط في العين، يعني ضغط الرئه، يعني الضغط في رئه لو زاد بقى صفر عينيك ضغطها يعلى. لو الضغط في الرئه زاد، واحد بيكح كتير، واحد بيحزق كتير، واحد الضغط جوه الرئه عنده كتير، عينيه ضغطها يعلى ومخه ضغطه يعلى. واحد عنده بقى امساك، ما هو اثر على تجويف البطن تحت. ما هو انت افهم، هو تجويف البطن ده تجويف لوحده بس واصل جاره بيني وبينه الحجاب الحاجز اللي انا بقول عليه الحجاز الحاجز، جدار واحد اهو، هو ده، ما هو اسمه حجاب وحاجز الاثنين، يعني الحجاب الحاجز اهو. ففي مربع تحت بوكس اسمه البطن، ومربع فوق اسمه الصدر. فاهم؟ انا هنا بقى سالب، انت هنا شطارتك تبقى سالب انت كمان، بس انت عمرك هنا ما هتبقى سالب، لان انت على طول ايه؟ طفحان. انت على طول ايه؟ طفحان. يبقى هنا يا باشا التجويف الصدر بيبقى عامل كده، الرئه عايزه تكولابس تنكمش، وهو الصدر بيوسع، يعني انت فاهم؟ تفتح لبره كده، بتفتح كده، والحجاب الحاجز بينزل كده، فانت بتزود عليها الفوليوم، فالضغط جوه بيزيد، اسمها النيجاتيف بريشر. ده اللي بيبوظ في حالات الانترستيشال فايبروزس، وحالات الاتيلكسس، وحالات الانفيزيما. اما تيجي هنا اللنج دي تفقد الالاستيستي بتاعتها وما تعرفش تقفل، الضغط اللي هنا مش هيبقى نيجاتيف، مش هيبقى نيجاتيف، ما هتبقى منفوخه عادي، يعني بتتملي هواء وما بتردش، بتتملي هواء وما بتردش، فيحصل هنا ان النيجاتيف دي تقل، يبقى الدم اللي راجع من الراس على الصدر على القلب بيقل، الدم اللي راجع من الايدين يقل، الدم اللي راجع من الرجلين يقل. ومش الدم بس يا باشا، اصل في حاجه مهمه قوي. مش ايوه انت يا باشا لو حطيت عيان على جهاز تنفس صناعي انت بوظت له الميكانيزم دي. الحامل اكتر واحده بتتضر، عشان كده ربنا قال على الحمل بس، ودي الحاله الفسيولوجيه الوحيده المتعامله. غير انا كلهم كنت اقول لهم ايه؟ ليه الست الحامل بتتضر؟ وليه الست الحامل بتظهر عندها المشاكل؟ لانها بتخش في نقص الكورتيزون وارتفاع في ضغط البطن. عشان كده الست الحامل الست في العموم تستحمل الامساك وتضخم الكبد وما بتحسش، تقول لك انا ما حسيتش بارتجاع المريء اصلا، متعوده بطنها. سبحان الله، ربنا خلق لها البطن تستحمل ضغوط عاليه جوه عقبال ما تشتكي. فاهم؟ ما انت ضغط البطن ده بيسمع فين؟ بيسمع في معدتي، وبيسمع في قولوني، وبيسمع في المثانه تحت. يا باشا انت موصل ببعضك كده، وورا الكليه، يعني ممكن ادوس على حالب وادوس على شريان وادوس على وريد يا باشا، غير ان الوريد مش عارف اسحب منه الدم اصلا، ما انا صدري مش عارف اخد نفسي. افهم. فعشان كده بقول لك حملته امه وهنا على وهن، الوهن الوحيد اللي ذكر هو وهن الحمل، واكتر وهن على وجه الارض. بيتربى جوه بطنها ورم، بياكل معاها، وفي نفس الوقت بيعمل تغير باثولوجي. ايوه بتتضر طبعا، الست بتتضر ما فيهاش كلام، لان عملت اكن واحد عنده امساك والدم اللي رايح الكبد قليل، فيظهر عندها السكر. اللقطه دي يظهر عندها السكر، سكرها يعلى، تقول لها سكر حمل اهو، بص يا ستي، يطلع عندها الام اس، يقول لها بصي ظهر مع الحمل، يطلع عندها اي تي بي ثرومبوسيتوبينيا. انت فاهم؟ يعني الحمل بيجي بيعمل اضطراب في اكسس، في مسار هرموني. الحمل مش مجرد ضغط عالي وبس، لا، ده عشان كده بيظهر معاه كل ما هو مناعي، كل ما هو بيقول لك اصل سكر حمل. ما نعرفش، اصل هي اتعرضت نفسها صعبت عليها اما عرفت ان جوزها متجوز عليها وهي حامل، فسكرها عالي. انت فاهم؟ وقطعت لبن، لا يا باشا ده النخاميه باظت. قطعت لبن، افهم، قطعت لبن وسكرها عالي يا باشا، باظت الوليه دي، عايزه فاهم؟ انت فهمت اللعبه فين ولا لا؟ عشان كده الحمل من اكتر المشاكل اللي بتحصل للبني ادم في العموم. خلاص؟ عشان كده ربنا حجمها. انت لو حتى قلنا الست بتطلع 500 بويضه في فتره التخصيب،
اللي هي فتره الخصوبه بتاعتها، تمام؟ هي تقدر تحمل لحد كام يا باشا؟ اخرها 10 12 عيل. يعني لو حملت من سن 13 سنه لحد 53 سنه 40 سنه بتحمل، ودي 40 سنه 40 في 12 480 شهر، ادي كل عيل 30 شهر، هتلاقي 16 عيل. ما كل عيل 9 شهور يعني تحمله وفصال 30 شهر قول، او 33 شهر، وهي ليها 480 شهر تحمل وتولد فيه. فاقسم 480 على 30 هتلاقيها 16 عيل. 16 ومفيش فواصل، يعني هي كل 3 سنين تخلف عيل وترضع وتقوم حامل، تخلف عيل ترضع تحمل. بص، فهي اخرها 16 عيل، اخرها. لان بقى ما خلاص يابا هنجيب منين بقى؟ احنا لو قلنا بتحمل بقى على طول. فلما تيجي ست تشتكي ما تقولهاش بقى اصل انت ما بتشربيش حلبه. لا يا باشا، النخاميه تعبت خلاص، هي والفوق كلويه بتشتكي، فاما سكرها يعلى طبيعي يا باشا. احنا بنحاول نصلح حاجه بقى، فعشان كده هي بتحصل عندها القصه دي اسرع. يعني اللي راجع الحصه اللي فاتت، المحاضره اللي فاتت، يجي المحاضره دي يفهم بقى ليه الحمل متعب، ليه الحمل فيه وهن، ليه؟ عشان تقدر بقى انت، عشان تقدر. بقول لك حملته امه وهنا على وهن، عشان كده الام ليها ثواب تاني. فاهم قصدي؟ الام لا توفى اجرها، وان كان الاب يوفى اجره. بيقول لك يعني، بيقول لك العلماء اتفقوا ان هو لو كان عبد وابنه عتقه يبقى وفاه حق. انا عن نفسي لو عبد وعبد الله عتقني هنفخه. الله العظيم. فهمت حاجه؟ خلاص. يبقى الضغط داخل الرئه دايما بالماينس، ماينس 5 ماينس 8، ما وصلش ابدا الصفر. عشان كده لو ضربت واحد بسكينه هنا وجبت الوريد يشفط هوا يموت، افهم، هو بيموت هنا ما بيلحقش ينزف، هو شفط هوا. عشان كده الدكاتره بتوع المخ والاعصاب، تمام، اما يجي يعمل عمليه الواحد وهو قاعد يبقى خايف لو فتح الوريد يشفط هوا. ما انت عندك نيجاتيف بريشر، يشفط هوا. فهمت الفكره ولا لا؟ الدم هيطلع من رجليك على فوق ازاي لو مفيش فوق شفاطه؟ يعني في بوكس شفط. فهمت القصه؟ في بوكس ايه؟ ايوه طبعا الجنه تحت اقدام الامهات، طبعا حضرتك، ما فيهاش كلام. بص الجسم بقى عامل ازاي؟ ده الجسم. بص بقى هو كام مربع بوكس وش راس، والبوكس بتاع العينين، بوكس الصدر، وبوكس البطن، وبوكسات في الرجلين. يعني اعتبر الرجلين والايدين بوكسات. ما انت خلي بالك، انت ايدك دي فيها عضلات 3/4 ميه، وفيها شرايين واورده ميه، واعصاب شبه صلب، فاهم ازاي؟ وكله متدلدل كده في ايدي دي، وده دراع كاوتشوكي. يعني ده كاوتشوكي، انت فاهم القصه؟ ده كاوتشوكي. فانا الدم جوه ليه ضغط والعضلات ليها ضغط وما شابه. فده برضو بوكس. ده ايه؟ بوكس. فهمت؟ انا بقى عندي ده بالسالب، فلما اعمل كده يريح بقيه البوكسات، فتلاقي عينك ضغطها يوطى. فاهم؟ عينك ضغطها ايه؟ يوطى، وراسك ضغطها يهدى. انت فاهم القصه؟ بس شرط ان بطنك كمان، البطن المفروض تبقى في النص بقى بتساعد. يعني ما هو انت دلوقتي انا هشفط بده، انا هشفط بالصدر، بس على شرط ان البطن وانا معدي فيها ما الاقيش بقى خازوق، لان الليمف كمان ما هو راجع يا بابا. يعني يا بابا الليمف بالدم راجع من رجليك على صدرك. الشفاطه فين؟ في صدر حضرتك. وشغاله منين؟ انت بتلاقي بيحصل بقى ايه؟ بص هنتخيل بقى دلوقتي ان انت بتتنفس بالطريقه اياها. فانت بتتنفس اهو، بص اتنفست اهو. بص هترجع عند النقطه انهي؟ هو بص هي مش محكمه قوي، بس هترجع عند النقطه اللي هي العلامه. بص اهي، لا بص انا هي فكت من، بص اهي، بص بترجع عند فين؟ عند النقطه ايه الحمراء تاني. بص اهي هي بترجع لوحدها بقى، فاهم؟ يعني انت بتشدها، فاهم؟ وهي بترجع لوحدها. هي خلاص. يبقى الرئه من يوم، عشان كده يقول لك الطب الشرعي يقول لك ايه؟ احنا نقدر نعرف الواد ده مولود ميت ولا اتنفس. يبقى حضرتك انت بتشفط،
فالدم والليمف يطلع من رجليك. لو صدرك ده بقى فيه كحه، دايما انت عامل كده حزيق، انت راجل حزيق، دايما بتلاقي ايه هنا دول نافرين، الضغط في عينك عالي، الضغط في دماغك، ويقوموا مش عارفين سبب الضغط في الدماغ عالي ليه. يقول لك بناين هايبرتنشن، بناين كرينيال هايبرتنشن، يقول لك دماغه فيها ضغط عالي. بس حميد طلع حميدي يا دكتور، ماشي؟ يعني طلع البتاع حميدي، يقول لك طلع الايه؟ ان ارتفاع الضغط في دماغي حميدي. قلت له عرفت منين هو حميدي؟ قال لي عملنا رنين لقيناه حميدي الحمد لله. خلاص، طب انت مشكلتك ايه في الزغلله والترجيع؟ ما هو اما ضغطه بيعلى في دماغه بيعمل اسمه بروجكتايل فوميتنج، وعينيه اتزغلل، ضغط الدم، ضغط الدماغ عالي. فاهم؟ ببساطه بقى مين اللي ضغطه يعلى اسرع، البطن ولا الصدر؟ البطن يا باشا، البطن. محتويات البطن ايه بقى يا استاذ؟ يبقى بص عشان بس نتفق اتفاق، البوكس ده والبوكس ده بينهم سقف وارضيه، يعني ارضيه الصدر وسقف البطن، الحجاب الحاجز ده اللي فوق ده، ده اللي فوق ده اللي انا هفتقه وهطلع حته من المعده، او هفتق بطني من قدام واطلع فتق قربي، او هفتق الارضيه بتاعتي من تحت واعمل مثانه متدليه، او سقوط مهبلي، او سقوط الحوض. ما هو انا بص، ما هو انا عندي اوضه اهي، اوضه، فاهم؟ اوضه مكعبه، سقف حجاب حاجز، وتحت ارضيه الحوض اللي فيها بقى المستقيم، وفيها المهبل، وفيها فتحه البول عند الراجل والست، وفيها البروستاتا في الحته دي، وقدامي هناك البطن، محيط بطن من هنا، ورا ظهر، فاهم؟ فالضغط عالي جوه، يعني الضغط عالي جوه، فعمال يضغط فوق على الحجاب الحاجز، ويضغط تحت على منطقه العجان او منطقه ارضيه الحوض، وبيضغط على الظهر ورا على الكليه والكظريه، وبيضغط قدام على البطن، فاهم؟ فانت فوق عملت فتق في الحجاز الحاجز، اتفزقت يا عيني من كتر الحزق، اتفزقت، الحجاز الحاجز اتفزق، والارضيه اتفزقت، يعني اتفزقت من وتلاقي ريكتال برولابس، يقول لك حصل سقوط في المستقيم، ماشي؟ حصل فتق في المستقيم تحت، او تدلي او تدني، او حصل هبوط او سقوط متعدد في الاعضاء اللي تحت، فاهم؟ وانت في ارضيه بقى. بص، طيب بص يا بيه، البطن اهي، يعني ده الجسم اهو، وده الصدر اهو، الصدر اهو، المنطقه اللي هي انا كنت بحكي عليها النيجاتيف اهي، دي اللي هتسحب من هنا، وده الحجاب الحاجز، ونايم تحت على القولون باخواته بقى. انا شايل هنا المعده بالحاجات عشان اوريك بس، وتحت هنا في حجاب حوض، يبقى فوق حجاب صدر وتحت حجاب حوض. بص الحجاب الحوض ده المنطقه اللي هي هنا، حجاب الحوض المنطقه اللي هي هنا، اللي هي هتبان في الرسومات. خلاص، المحتوى البطن ده بقى اللي هو ضاغط على اللي حواليه، الضغط ده بيسبب لنا احنا شويه اعراض. بص ده من الجنب، منطقه الصدر اهي، ماشي؟ منطقه البطن اهي، منطقه البطن فيها ما تنساش الكلاوي من ورا، والمثانه البوليه والحوالب، وبتفتح هنا قدام ووراها الشرج، يعني الراجل ما عندوش حاجه غير فتحه مجرى البول والشرج ورا بس، تمام؟ دي منطقه البرينيوم، او اللي هو بدن الحوض تحت، ده ارضيه الحوض، وده سقف البطن. خلاص، محتوى كده، ظهرك اهو ووشك اهو، وفوق طبعا القلب نايم على الحجاب الحاجز، خلي بالك القلب نايم على الحجاب الحاجز. خلاص، الحاجات دي اللي جايه من تحت لفوق، يعني هنا بطن وهنا صدر، المنطقه دي هنا القلب اهو، اللي نازل من ده الاورطه، واللي راجع له الليمف وراجع له الوريد الاجوف، يعني خلي بالك في اتنين راجعين اهو، دول محتاجين بقى ايه؟ سالبيه الصدر، ده محتاج موجبيه القلب، وده محتاجين سالبيه الصدر، يعني ضخ الدم معتمد اعتماد كلي وجزئي على القلب،
وتمدد البلس او تمدد النبضه. لكن رجوع الدم والليمف من البريفري من الاطراف للصدر معتمد على السالبيه اللي في الصدر فوق. اتفقنا؟ اتفقنا. حلو حلو. الاعضاء اللي جوه منطقه البطن والحوض، طبعا احنا زي ما احنا شايفين الكبد اهو خلاص، والمعده الناحيه دي والطحال، ونايم تحتينا هنا القولون، وتحت قدامه هنا المثانه البوليه. المثانه ايه؟ البوليه. خلي بالك انا لما باجي اقيس الضغط في البطن او الحوض بقيسها من المثانه، يعني بحط قسطره في العيان من مجرى البول، واسيب القسطره دي جوه المثانه واملى ميه، وبساوي الميه جوه والميه بره. انت فاهم الفكره؟ الميه جوه المثانه والميه بره، وابدا اقول لك دي كام سنتيمتر ووتر. ما هو الريفليكشن منين؟ انا هقيس ضغط بطنك منين؟ يا اما اخرمها واحط جوه هنا بروب واقيس ضغط، يا اما اشوف حاجه ترانسميتد، يعني الضغط جوه المثانه يقدر يديني فكره عن الضغط جوه البطن. طبعا يا باشا مش هو كافيتي جوه كافيتي، كافيتي جوه كافيتي، ولو قست الضغط في المستقيم يديني برضو فكره عن الضغط في البطن. بس المثانه فيها ميزه ان حجمها صغير، واعرف املاها ميه ويبقى اعمل فلويد ليفل بره وجوه. جوه الميه تديني فلويد ليفل مع الميه اللي بره، الاواني المستطرقه عادي. فاعرف اقيس الضغط فين؟ في البطن. اعرف اقيسه في الزور، يعني اعرف احط الضغط نفس البروب ده في بق حضرتك لحد المعده، واقيس ضغط المعده قدام الضغط بره. فنفس الفكره، يبقى ضغط المعده، ضغط المثانه، ضغط القولون، انا هقيس الضغط في حته جوه البطن تديني اشاره عن بقيه الضغط جوه البطن. اتفقنا؟ اتفقنا. فاحنا هنا ده منظر البطن كده، والمثانه البوليه من تحت. دايما المثانه بتيجي قدامنا من قدام المستقيم. يبات ورا بقى في الظهر بعد ما اشيل بقى الليله دي، يعني اجيب الاحشاء كده بايدي واقوم راميها بره، الاقي نايم على الظهر ده. نايم على الظهر ايه بقى؟ نايم على الظهر البنكرياس، نايم على الظهر كده، ونايم جنبه الكليتين، وهنا الاورده الرئيسيه نايمه على العمود الفقري. عمودك الفقري نايم عليه الاورده. يبقى باشا الحجاب الحاجز ده اتعدى فيه شويه حاجات. اتعدى فيه المريء عشان يعمل معده، يعني المريء انا ببلع كده 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 كده، فعدى مريء فخرم الحجاب الحاجز، والاورطه خرم الحجاب الحاجز، والوريد اللي راجع من تحت خرم الحجاب الحاجز، والليمف خرم الحجاب الحاجز. يبقى الحجاب الحاجز سقف عامل كده بس فيه خرام عشان تعدي من الصدر ليه، من منطقه البطن للصدر. خلاص؟ الخرام دي لو وسعت، واكتر خرم بنعرف انه وسع خرم بتاع المريء بتاع المعده، فيقول لك حصل فتق في الحجاب الحاجز، اتفتح هنا بقى الحجاب الحاجز. حلو؟ بس الرسمه دي عشان اقول لك ان الكليه نايمه ورا، فمضغوط عليها بكل احشائك كده بالمنظر ده، ما بتشوفهاش ولا بتحس بيها. سبحان المولى. خلاص؟ وتلاقي تحت بقى الكليه عضلات، العمود الفقري اهو، وعضلات، وادي الحجاب الحاجز كعضله اهي، والعضلات اللي ماسكه منطقه الظهر بمنطقه الفخذ، ادي الفخذ اهو، ودي عظمه الحوض. ما خلي بالك انت الحوض متحوط بعظمه اسمها عظمه الحوض، عامله كده، انا هوريك البتاع دلوقتي، وقافله عضلات. بص منطقه الصدر اهي، وبتيجي عند الضلوع، نهايه الضلوع من هنا بتخلص، تمام؟ هنا بيبقى في حجاب حاجز نايم على الضلوع كده، بيبدا منطقه البطن دي بتخلص هنا عند المنطقه دي في عظمه، العظمه دي فيها طبق اسمه طبق الحوض عامل كده. طبق الحوض ده عامل كده، كويس؟ اللي هو ده. بص عامل كده، هو ده. دي العظمه وده الحوض بالمنظر ده. هنا بقى في عضلات، هنا ماسك من هنا ده عضلات، يعني هنا ماسك ده كده قافل على ده كده عضلات فوق الفخذ بقى كده. العضلات دي فيها خرام، فيها بقى خرم يعدي مجرى البول، وهنا في خرم ورا خالص قرب العصعص ده اللي هو فيه فتحه الشرج. يبقى الحجاب الحوضي ده عضلات عامله كده وفيها خرام بقى كده بالمنظر ده. لو حصل بقى والضغط عالي في المنطقه دي تتفتق او تنزل لتحت تهبط. فلو حصل ديسنت كامل يقول لك ده حصل بلفيك فلور ديسنت. ماشي؟ بلفيك فلور ديسنت يعني الارضيه نفسها نزلت تحت.
خلاص، او يحصل برولابسس بقى، فاجينا، مهبل يسقط، لا قولون يسقط، لا انت فاهم القصه، او بروستاتا بقى تتحشر هنا في الحته دي. هو ده اللي انا بحكيه. فالضغط داخل منطقه الحوض ومنطقه البطن يأثر على الدم اللي واصل للكلى، اللي انا نايمه ورا عند العمود الفقري فوق، يأثر على الدم اللي واصل للكظريه، يأثر على ميكانيكيه شفط الدم في الجسم، يأثر على كفاءة التنفس عند حضرتك، يأثر. اعتقد ان الحته دلوقتي بقت واضحه الى حد كبير. ليه يحصل دوالي معاك؟ ليه يحصل دوالي مع حضرتك؟ ليه يحصل دي في تي، جلطات الاورده العميقه في ايديك او في رجليك؟ ليه تحصل؟ فاهم؟ ليه يحصل تاخر في الدم، في رجوع الدم، فيحصل تورمات في الاطراف؟ فاهم؟ ضغط الدم داخل بطن حضرتك، داخل صدر حضرتك، محطه مهمه للهيموداينامكس، عشان جسمك يحصل فيه فلو عادي للدم. يعني انت دمك لازم ضغطك يعلى فوق عن تحت بالعقل كده. يعني لو قست الضغط في ايديك اعلى من رجليك دلوقتي، صح؟ طبعا، لان انا فوق اقرب للصدر، انت فاهم؟ فوق اقرب للصدر، فانت الضغط في رجليك تحت هيتاثر بايه؟ يعني في رجلي هيبقى اعلى طبعا، طبعا، لان انا هيتاثر ببطني اكتر. انا فوق قريب من، فانا خلاص شافت يا باشا، انا الضغط فوق. عمري ايديا ما تورم قبل رجليا، يعني عمري ما ايديا هتورم قبل رجليا. انا فوق عندي الشفط اقرب، دماغي ما تورمش بسرعه، لكن رجليا تورم بسرعه. افهم، انا دماغي مش هتورم اسرع من رجلي. ليه؟ انا دماغي قريبه منين؟ من صدري، فالشفط شغال. ما هو ربنا خلقها كده. دول بقى لازم يتحركوا شويه بقى، فهمت ليه؟ عشان العضله دي والعضله دي تدوس، تعمل سكويز على الاورده، تعصر. فاهمه يا شيرين؟ تعصر مهدي، تعصر. فانت بتعمل عصره من تحت وشفطه من فوق، عصره من تحت وشفطه من فوق. فكلمه ضغط الدم جوه البطن اوعى تستهون بيها. ودعتي هنا ذكر حبيبي ورفيق الكفاح ومعلم الاجيال. خلي بالك انا كنت حاطط جوه دي، بص، ما دي المثانه بقى يا ابني، ما انت دي المثانه بقى المتحسسه اللي كل شويه تخش تعمل بتبيع على الفاضي. الضغط جواها عالي، الضغط جوه المثانه عالي يا باشا. انت مش مسحب جواها نقطتين ميه متحسسه اهو، هنا بص، بتبقى موجوده كده في الحته دي بالظبط. المثانه كده، وبيبقى جاي وراها المهبل هنا، او المستقيم على طول عند الراجل. وفي المنطقه تحت دي بيبقى موجود البروستات، اللي هي منطقه العجان، اللي هي المنطقه دي. فهنا في حجاب وفوق في حجاب، فوق حجاب حاجز وتحت حجاب حوضي. والحجابين عضلات، والحجابين عضلات، ويتفتقوا الاثنين. بالمناسبه انت عندك تاني عضلات تانيه في بطنك هنا تتفتق بقى. يقول لك حصل فتق هنا، ده فتق سري، لا جار سري، لا فتق قربي من تحت. ما هو عضلات اتفتقت يا باشا. افتح فتق حجاب حاجز فوق، لا فتح في الحجاب الحوضي، لا فتق في البطن، لا فتق جنب السره، وعضلات اتفتقت. فاهم قصدي ولا لا؟ اتمنى يكون الكلام بقى واضح. بس حاجه مهمه جدا لازم نعرفها اهي، دي الكليه. بص، دي الكليه، دي الكليه كده، بص، بتبقى هي يمين وشمال. بص الاورطه اهو اتفلق نصين، شريان فخذ يمين وشمال، وبرده هنا في وريد فخذ ووريد فخذ، يبقوا وريد اجوف بعد كده، ويسحبوا الدم هنا من الكليتين يمين وشمال. بص اول المنظر ده كده، ده اللي نايم في ظهرك من ورا، ونايمين تحت قبه الحجاب الحاجز، وادي الحجاب الحوضي اللي موصل هنا بالعظمه. ماشي؟ المثانه بتبقى في المنطقه دي، المنطقه اللي هنا دي قدام ايدي كده، بس بتبقى قدام القولون، بتبقى عدت قدام الجهاز الهضمي. فاهم؟ يبقى انت عندك هنا فوق
سقف وبدن. سقف الحجاب الحاجز، والبدن اللي هو ارضيه الحوض، فتحه الشرج، فتحه المهبل، فتحه مجرى البول. فتحه الشرج، فتحه المهبل، فتحه مجرى البول. الراجل ما عندوش دي، ومجرى البول ده عنده مكانه بيتمدد جوه قضيب. ففي الحاله دي حته العجان، المنطقه اللي تحت ده الحجاب الحاجز اللي فيه الفتحه اللي كلنا بنتفزق فيها. يقول لك انت عندك فزق في الحجاز الحاجز. خلاص. وهنا برضو مش هنقدر ننسى يعني معلم الاجيال، واللي اشاعته بتملى علينا الدنيا بهجه وسرور، الحاج عبد اللطيف بن شديد، اللي تطوع لينا عشان برضو يتساهم معانا في فهم الكلام ده. ادي البوكس الفوقاني الصدر، وادي البوكس التحتاني البطن. بص الهواء اللي جوه القولون ضاغط ازاي على العلبه اللي فوق. تخيل الضغط جوه دي عالي لحد فين، الضغط اللي جوه دي وعلى اللي فوق لحد فين، وعلى دي لحد فين، وقل الدم لحد فين، وقل الدم راجع لحد فين، واثر على القلب في مكانه لحد فين. يا باشا انت ربنا خلق القلب ده حواليك ياس هوا، تحتيه قولون وحواليه رئتين، ولازم يوفروا له جو مناسب للعب. بص عبد اللطيف عمل فينا ايه؟ وخلي بالك هو عنده كسر هنا، وهم دول قعدوه في المستشفى عليه كسر في الضلع. ميتين ام القولون. باشا نفسي هو الضلوع. طب القولون يا باشا، القولون ايه؟ ده قولون يا عم، ده احنا نشيله، ده احنا نحرق ابوه. المهم عندنا الجلطه اللي في دماغك. انا عندي شك ان انت جلطه طالما بقك اتعوج واغمى عليك دماغك. طلع بص سي تي برين، اعملوا له يا جماعه ستروك بروتوكول، سي تي ام ار اي، واندر اوبزرفيشن 48 ساعه. والقصه كلها طعميايه، محبوس في طعميايه. نفخت بطنه، رفعت ضغط بطنه، وضغط عينيه عالي. يا معالي الوزير افهم، انا موجود في زمن الحبوب والبذور متهرمنه، المبيدات الحشريه مرشوشه على المزروعات والمأكولات، لحمه الحيوانات متعاصه هرمونات ومبيدات وتطعيمات. هو انت حضرتك فاكر ان اللحمه اللي بتاكلها دي يعني خاليه الاضرار؟ لا طبعا يا بيه. كلهم جم عند البروتين وما عرفوش يتكلموا. شال الدهون وشال السكر وشال النشويات يا باشا اي حد هيفكر في حميه هو كلمه المنع طبيعيه، وانا منعت يا باشا. بس انا فكره منعي مختلفه، وفكره مسموحي مختلفه. مفيش حاجه اسمها سعرات، ده هكس. انا مش مكنه يا باشا، انا مخلوق فضلاتي بتحصل لها ريسايكلينج. مش انت وقود وانبوت واوتبوت، فانت سعرات زادت قلت. طب انا اثبتت لك ان مفيش حاجه اسمها سعرات. انا بشرب عصير 6 لتر عصير قصب في اليوم. سعرات اكتر من كده ايه؟ وباكل سمنه بلدي كل يوم، وباكل رز وبطاطس كل يوم بفضل الله، الحمد لله من رزق ربنا. فين السعرات؟ بتوع التكميم بيمشوا 3 شهور ولا 3 ولا مش عارف ايه على عصاير يخس، يقول لها من التكميم يا ستي ما تقفلي بقك انت طلع. ولا كان في زمان في لبنان بيعملوا ايه قبل التكميم بشويه؟ كان بيعملوا خياطه عند بتاع السنان كاوتش، يعمل لها يخيط الفك السفلي في العلوي بتاع كاوتش، ويسيب لها من هنا حته تعدي منها شاليمو، تقعد كده اسبوعين 3 يعني قافله بقها ما عدا ايه؟ حاجه بتتشرب، حاجه سهله الامتصاص. ماشي قصدي؟ تقعد اسبوعين 3. طب انت يا باشا انت فهمت اهو الفكره؟ فكره بسيطه، بس كان الناس تايهه مش عارفه تاكل ايه، كانوا خايفين من السكر، خايفين من الدهون، اصلها دهون مهدرجه. دهون ايه؟ مهدرجه. زي الرنجه المبطرخه او الليله المزوبعه، فدي دهون مهدرجه. انا خاف من دهون مهدرجه، انا خاف من دهون مهدرجه والرنجه المبطرخه، الاثنين دول. يا باشا بتخاف من النوتيلا وبتاكل زرنيخ عادي، وبتاكل سيانايد عادي، فاهم؟ وبتاكل بيض عادي، بس خايف من النوتيلا. تخيل حضرتك خايف من السكر اللي بيدوب في الميه، وبتاكل بضايه لو سبتها ساعتين هتعفن، ريحتها تقلب البيت كله، مش الشقه عند حضرتك.
انا اتوجدت في زمن الدنيا عطلانه، اللحمه زي فيها سم برضه، ما فيها يا ابني بواقي مبيدات، امال هيبقى هتترسب فين يعني؟ والكبده اكتر من اللحمه، واللبن اكتر من اللحمه والكبده. عشان كده اللبن، بص يا باشا، اللبن بديل الدم. اللبن بديل الدم. يعني انت اللحمه فيها اضرار الاكل اللي انا اكلته، والكبده اكتر. طب واللبن اكتر واكتر. عشان كده اللبن شايل كل الهرمونات بالمبيدات. باشا انت واخد عين الدم بتشربها ببساطه كده. يعني انت يا دكتور ضياء، لو انت هتاكل لحمه دلوقتي احسن ولا الكبده؟ ولا لا يا باشا، اللحمه احسن، اقل ضرر من الكبده، والاثنين اقل ضرر من اللبن بقى. فاهم قصدي ولا لا؟ فمش وبتطبخ، فانت عمال شغال. لحظه، بص انتوا شايفين دي؟ بص اما اجي اعمل كده، شايف هتبان ولا لا؟ بص الميه هيظهر فيها بقاليل جواها، مش عارف باينه ولا لا؟ الميه هيظهر جواها بقاليل. ليه؟ البقاليل دي هتظهر ليه؟ بص، وهتلاقي الميه بتتشد كده لفوق. ليه؟ انت خلقت فوقيها فراغ. يعني انت خلقت فوق الميه فراغ، الجزيئات بدات تسيب بعضيها، بتفك، بتسيب بعضها. فهو ده انت بتشد السوائل كده بعمليه الشفط. عشان كده الضغط لو عالي هنا شويه، الضغط في الدماغ يعلى، في العين يعلى، يجيله جلوكوما. يقول له ايه؟ انت عندك جلوكوما. لان العين برضو، العين عباره عن تشامبر او بوكس كده، بوكس جواه سائل. والضغط العين ده هو اللي بيسمح للميه بتتصرف في الانتيريور تشامبر في الغرفه الاماميه، ويسمح للضغط ما يعلاش. فانت بقى، وخلي بالك الحركه دي بتحصل حاجه اسمها فالزالفا مانوفر. يعني ايه؟ يعني اجي انا احزق كده وقافل هنا، فالضغط جوه صدري يعلى، فانا اول ما اعلى كده ضغط دمي يعلى. ضغط دمي عالي ليه بقى؟ لان انا حزقت، فانا قفلت هنا نيجاتيفيتي، السلبيه بقت صفر. فخلاص ضغط الدم بتاعي يوصل كام بقى الضغط مع الحزقه دي؟ على حمام بلدي. تقعد على حمام بلدي وصرخه في الكنيف، حزقه من بتوع زمان، البراز متحجر، الفتحه وصدرك بقى الضغط يوصل 450 على 400، اللي هو انت بتدوخ اما يبقى ضغطك 160 على 90. تقول لي اصل ضغطي عالي، فانا قلت اروح بقى اوطيه شويه. يعني انت خبير انت في الضغط، انت شغال في السد اصلك، ضغطك عالي شويه فاثر على شغلك، وانت راجل احنا محتاجينك كلنا، فما ينفعش ضغطك يعلى. كفايه عليك اللي بيضغطك، كفايه معاش اللي يضغطك يا استاذ، معاش اللي يضغطك يا استاذ. طالما 160 90 مضايقاك يا باشا، احنا نخلوا لك 170، احنا نمشيك على الصفر يا باشا، احنا نصفرك نخلي ضغطك صفر، وتمشي كده انت على الله حكايتك. وكده تبقى يا باشا كده صفر، انت ضغطك صفر، انا صفر الحمد لله، وصلت السكر صفر والضغط صفر. مش عارف بقى انا ليه مش كويس؟ لا انت كويس ومتلج اهو الحمد لله. قولوا له الفاتحه بقى، ده تقولوا له الفاتحه على طول. نطلع على اخوكم بكره في عمر مكرم، ضغطه صفر، نبضه صفر، سكره صفر. احلى حاجه في الدنيا طول ما انت بعيد عن السكر وضغطك واطي، انت كويس في السيف سايد. السيف سايد طول ما انت واطي، انت ماشي واطي كده على طول. انا سكري واطي وضغطي واطي ونبضي واطي ومرتبي واطي وحاجه بمنتهى الوطيانه، انت كده، ده الامان. طول ما انت بعيد عن الضغط العالي والسكر العالي والكوليسترول العالي وفيتامين د العالي والضياء العالي، خليك في الحته الواطيه. امان يا باشا، احنا نحب نقعد في الحته الواطيه كلنا مع بعض. امان. كان زمان يدرسوا لنا الفيتامين اللي هو الاي والدي والاي والكي قبل ما يشرح فوائدهم، بيقول لك التوكسيستي. ما تفهمش ليه؟ هو انت جاي لي من انهي؟ انت جاي من انهي؟ انت حرام يالا، انت جاي ليه كده تقول لي كده؟ قبل ما يقول لك السكر بيتكون ازاي، كلامك على السكر العالي. الله، اوعى تحط صباعك في الكوبس هتتحرق. السكر بيعمل ايه؟ بيعمل التهاب، وبياكل الكانديدا، وبياكل السرطان، وبياكل جوز امك على طول. ما كان بيجي في دماغي كده والله، حتى جوز مامتك بياكل سكر، مش السرطان بس اللي بياكل سكر، والنمله بتاكل سكر، والخلايا العاديه بتاكل سكر، وفات شعر بتاكل سكر. يا باشا انت ليه؟ ما انا بقول لك دي ضلالات بقى. دول اسمهم السوفسطائيين اللي بيمشوا يتكلموا وخلاص.
انت عارف ان السكر العالي بيعمل التهاب في الاحشاء؟ طب انت عارف، انت ما تعرفش ان هو بيجيب التهاب في البروستاتا؟ اعرف. طب انت مش عارف ان هو بيجيب كانديدا؟ لا سمعت. طب انت مش عارف ان هو بيزود التهاب طب انت فاهم يا باشا؟ فانتوا طقم مثقفين بسم الله ما شاء الله. ولو حضرتك ما قلتش اعرف هتبقى متخلف، ولو قلت لا تبقى مجنون. يعني انت لو ما عرفتش ان هو الكانديدا بتاكل سكر تبقى مش مثقف، لو قلت لهم غباء تبقى مجنون. فهمت؟ انت يا اما انت اخوان. دي بقى الفكره الثالثه. اي حد يقول لك ايه يا عم، ما انت بتصنعوه ليه؟ ده انت بتصنع السكر بكميات خرافيه. ايه تفتكر ليه؟ يعني يقول لك لا دي حاجه، ده اصل ده محصول استراتيجي. بس هو سم في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني ايه سم واستراتيجي؟ يعني ايه سم ويعني ايه استراتيجي؟ انت عبيط ازاي؟ مش لايقه، يعني مش لايقه يا باشا. انت اول ما تقول لهم سكر ده يقول لك هو انت طيبات؟ يخرب بيت ابوك، فاهم؟ مليته البلد، الله يخرب بيت مليته البلد، فاهم كده؟ طول ما هو قاعد يقول لك انت فاهم. الكانديدا زي ما احنا عارفين ان الكانديدا بتاكل سكر، احنا عارفين ان السكر طعام السرطان يا باشا. امال كبدي بينتجوا ليه؟ يعني ما يغذيش الكانديدا برضو؟ ده يرضاك؟ بس انا اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، واتمنى اكون عرفت النهارده اوصل يعني ايه تجويف البطن والضغط جوه تجويف البطن. ضغط دراع حضرتك لا ينم عن تروية صوابع حضرتك اصلا. يعني ضغط الدم في دراعك لا ينم عن تروية جسمك اصلا، ولا عن تروية كبدك، ولا عن تروية كلاويك، ولا انديكيشن لحاجه يا باشا. ضغط الدم في دراعك اليمين غير الشمال، تخيل. يعني انت لو جيت قست الضغط يمين غير الضغط شمال هتلاقي يمين وفرق كبير. طب ادي الضغط على انهي قرايه يا دكتور؟ انت دكتور شاطر، انا هظبطه على 120/80 زي ما انت قلت لي. مع الكاوتش انا هعمل مع جسمي الكاوتش 36 عشان الجلط 17، انا هعمله هنا 120/80. بس افرض ظبطته على اليمين 120/80 لقيت الشمال بقى 160، اقول لك مش مهم. طب وافرض بقى في دماغي 10، بالسلامه بقى. انت بالسلامه، ما انت مش هتبقى موجود عشان تشتكي، انت مت بقى. انت بالليل خدت دواء الضغط وطيت الضغط ودخلت نمت نوم هادئ بعد طبق القلقاس عظيم عظيم. فانت نمت على جنبك كده، بطنك فدست على الحجاب الحاجز، قطعت على نفسك ودست على بطنك، قللت الدم اللي راجع، وضغطك وطي عشان هرمونات الاستريس راحت. فانت نايم بقى كده، فانت كنت ضغطك قبل ما تخش تنام 110/80، بعد ما اتخمات بقى 90/50، اتجلطت موت، او اتخرست، او اتشليت. يعني يقول لك دخل نام يا اخويا، الله يرحمك يا مرزوق، دخل نام وصحي مشلول، صحي ما بيتكلمش، صحي مش عارف، ما صحيش. والله لا، غذائك مش دواء، غذاؤك مرضك، غذاؤك مرضك.